عليكم ومرحبا بكم في مجال الطباخه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم خبيزات كيجيو رطبين، خبيزات صغار بالياغورت. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل كيف ما كتشوفوا، رطبين بزاف ومقطنين. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وإلا عجبتكم الوصفه ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا واحد علبه ديال ياغورت طبيعي، هذا ناتور. وبهاد العلبه هذه عبرت وحده ديال الزيت وحده ديال الحليب دفيتو، وعندي هنا معلقه صغيره ديال الملح، وعندي هنا معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وعندي معلقه كبيره ديال السكر، ونص كيس ديال خميره الحلويات بيكين باودر، والدقيق حسب الخليط. ندوز دابا الطريقه. في اناء غادي ندير الياغورت، وندير الزيت، وغندير الحليب، السكر، غادي نخلطهم مزيان. نضيف الخميره ديال الخبز، غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه بالتدريج. غنضيف هاد نص كيس ديال خميره الحلوى، نضيف الملح، العجين خاصها تكون طريه. انا نكمل الخلط بيد. ملي كنجمعوا العجينه كتكون بهذا الشكل هذا شويه شويه طريه، كنعلكوها مزيان لمده ديال 10 ديال الدقائق حتى كتولي عندنا طريه مزيان. ضروري خاصكم تعلكوها. ملي كنعلك العجينه مزيان كيف ما كتشوفوا كتكون طريه هكا رطبه، غادي نغطيها، غادي نخليها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها، ونحطها في مكان دافي.
وغنخليها تخمر ونتلاقاو من بعد. ملي كتخمر العجينه غادي نشكلوها. شكلوها بالشكل اللي بغيتو. ونشكلوهم كويرات. نشكلوهم بهذا الشكل هذا. ملي كنلويو هكا كنرقو هاد الجوانب هادو وهنا كيبقى غليظ. هنا الصينيه ديال الفران دهنتها بالزيت ورشيتها بدقيق الفينو القمح الاصفر. نتوما يمكن لكم ديروا لها ورق المطبخ. غنزيد فيها الكميه هادي. انا درتهم في هاد الصينيه هادي وضغطت عليهم غير واحد شويه هكا ماشي بزاف باش ما يجيونيش غلاظ بزاف. وغادي نخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم مزيان يخمروا. الا بغيتو يخمروا لكم دغيا بالزربه غادي تشعلوا الفران وغادي حتى يسخن وغادي تطفيو عليه وغادي تدخلوا اللاطه للفران. غتخليهم واحد شويه وغادي تلقاوهم بلي خمروا دغيا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خمروا. عندي هنا واحد البيضه طربتها بيضه كامله. وللتزيين غادي نحتاج بذور الكتان او البوافون والسنجلان السمسم. التزيين كيبقى حسب الرغبه، يمكن لكم تخليهم بلا تزيين. غادي نشرطهم هكا بالمقص. غادي ندهنهم بالبيض من الفوق بشويه باش ما يهبطش ليا من الخميره. غادي نزينهم بالسنجلان، نص غادي نزينو بالسنجلان ونص غادي نزينو بالسمسم عفوا بالبوافون. انا غادي ندخلهم الفران
كطيبوا الطريقه اللي مولفين كطيبوا بها في الفران. نتلاقاو من بعد في الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات، كنقدموها لكم بالصحه والراحه. نتمنى تجربوهم لانهم بالفعل كيجيو هائلين ورطبين بزاف، يليقوا للكوتي ولا الوليدات الصغار يديهم معاهم المدرسه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. الى عجبتكم ما ترددوش باش تنضموا للقناه بالضغط على الزر اسفل الفيديو صابوني او سبسكرايب او اشتراك. وبالصحه والراحه الوصفه قادمه ان شاء الله.